بقول لك شو بديت. اول ما بديت الحلقه قلت المنتخب السوري. اول ما بدات الحلقه انا قاعد ما تكلمت اول ما بديت انت تتكلم قلت هكا. المنتخب السوري صعد بطريقه مع منتخبات ما منيحه، منتخبات ضعيفه ما عندهم. هذا ماشي واقع. يعني لم يختبر المنتخب السوري. لا واش ماشي واقع. هذا تقليل ترى. لا هذا تحليل رايي الشخصي. هذا في المغرب مش تقليل باللغه المغربيه. اسمح لي انا قلتها، قلت حتى على المغرب، قلت بانه مع جزر القمر لعب الشوط حاسمه 3 نقط وبالتالي 3-0. هناك كان تراخي وكل الصحافه المغربيه عيبت على اللاعبين في الشوط الثاني. نفس الشيء بالنسبه للمنتخب سلطنه عمان. انا قلت بان المشكل الذي وقع للمغرب نفسه اللي وقع سوريا، لان المنتخبات كانت مش في المستوى العالي. ولكن الان هلا ما فيك تقارن. ليش ما كانت في المستوى استاذ عادل؟ ليش ما يكون تونس كانت في المستوى؟ واحد يا شباب لو سمحتوا دقيقه. عمار ايش تبي تقول؟ كلامك يعني مانيش معاه الصراحه في ما كانش في المستوى. المجموعه نتاع المنتخب السوري كان فيها المنتخب تونس وقطر اللي هم مانيش ضده، انه مانيش معاه معناها انه المستويات ما كانش، بالعكس مستوى تونس كان ممتاز وحتى منتخب قطر كان ممتاز. فما جزئيات بسيطه حكمت في ترشح المنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني في 3 مباريات. 3 مباريات ممكن في 3 مباريات. طبعا هون الشغل 3 مباراه بالحظ في 3 مباريات. اذا تحكي كابتن عادل على انا غير جاوبني على قد السؤال باش نتفاهم. تفضل. واش المنتخب التونسي واش المنتخب التونسي والقطري ما قدوش في 3 المباريات يصحوا الاخطاء ديالهم؟ 3 مباريات انا صححنا احنا. لا ما كنتكلمش على لا لا كتبغيو تقحموا. لا خليني كنهضر على تونس وقطر. المنتخب السوري وقتاش عدل قطر؟ اي وقت عدل قطر؟ وقت الضايع وقت ضايع. هذه تتسمى جزئيات بسيطه. اوكي ما تنجمش تقول منتخب هذا ضعاف، ما تنجمش، خاطر كي تفرجنا في 3 مقابلات جزئيات بسيطه حكمت في ترشح المنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني، خاطر قعدوا يلعبوا لاخر لحظه معناها جزئيات بسيطه. يعني جزئيات بسيطه ما جاتش سوريا فازت على تونس. انت تعترف بان جزئيات بسيطه. اوكي ما جاتش سوريا. وقتاش تبدا تقول فريق ضعيف ومنتخب ضعيف؟ وقتاش كي يبدا فاز 3-0 مثلا المغرب، انت فزت 3-0 على منتخب جزر القمر، وانت من بكري تقول لا منتخب جزر القمر ممتاز فنيا. اني عكس منتخب جزر القمر فقير فنيا، مسكين يا والله، فقير فنيا، اضعف منتخب في شارك في الدوره. صح. معناها فما كلام ما لازمناش نحرفوه، لازم نتفرجوا ونحلوا بعينينا. لازم نحلوا. احنا كي نتفرجوا في المجموعه نتاع سوريا ما كانتش سهله حتى على مستوى معناها التنافس في الملعب. كانت مجموعه ممتازه. ما تنجمش تقول ما كانتش مجموعه ممتازه ومنتخبات ضعيفه. انا كنت فريق سوريا جاني والله. كانت تقول لي منتخب المغرب كما حكيت لك مع منتخب جزر القمر، منتخب جزر القمر ضعيف فنيا سهل. ما يجريوا شويه، عندهم لياقه، بس اللياقه ماهيش العاب قوه، هي يعني ماهوش اتليتيس. لازمك مع هذه لازمك فنيات. تفضل فهد. ليش ما يكون يعني العكس؟ المحك الحقيقي للمنتخب المغربي في مقابلته امام منتخب سوريا. منتخب سوريا تاهل الدور الثاني زي ما قال الكابتن محمد بركات، بيمتلك 50% من الحظوظ. ثاني شيء منتخب المغرب قبل البطوله مرشح للبطوله، هو واقع تحت ضغط الفوز غدا. المنتخب السوري زي ما تكلم احمد، هو لو خسر غدا من المغرب ما حد راح يلومه. بكره المنتخب المغربي تحت ضغط الفوز، وكل ما مرت الدقائق والمغرب مش مسجل راح يواجه صعوبات وراح يغلبه. يمتلك لاعبين بالشق الامامي الصلخدي من اميز لاعبين البطوله. كمان في لاعبين الحلاق مواس عمر خريبين، لاعبين بيستغلوا اي خطا وشفناهم مع منتخب تونس. لا ولكن اوكي عادل. لا. المحلل الاماراتي احمد السعيد واحد مش انا احمد السعيد. المحلل العراقي نشأت اكرم، السوري احمد عزام، التونسي عمار، فهد الفلسطيني، كلهم قاعد يردون على كلامك على فكره. والقطري ماجد الخليفي. ايش قال؟ مالي خص انا تحت الهواء كذي يعني. انا كلمه لا ناقشه ناقشه صح. والكويتي لا ناقشه صح. دقيقه انا بس بوضح فكره دخيلك الله. الفكره اللي عندي باختصار، كم شخص اختلف معاك الان في الكلام؟ اختلفوا لانهم لم يفهموا.
لا لم يفهموا. وقال ما فهموا على هل انا قلت لا قال استاذ انا اوضح واحد استاذ عادل هل انا قلت بانني عادل لا هل انا قلت بان سوريا عادل مش دقيقه عادل. الكلمه اللي انت ما تعجبها ما تعجبك تقول هاي ما تعجبني، ومن الذب كلمات ما تعجب الاخرين ظل تستمر فيها. شكون هي؟ قبل شويه قلت ما فهموني. ما فهمتوني. حلوه بس اسمع. تعرف علاش ما كتفهمونيش؟ لانكم كتقاطعوا. بس الكلام مو بس لك هو. وانا سالتك قلت احنا كنا غلط. احنا السؤال كان ما خالد سالك عن المنتخب المغربي، انت دخلت ما تكلمت على المنتخب المغربي، قلت المنتخب راح اقول لك انت شنو قلت. جزء ما اعرف لان انت اعتقد ان انت تقول انا مريض. انت قلت المنتخب السوري لعب مع المنتخب القطري والمنتخب القطري غير جيد، والمنتخب السوري قدر انه يتغلب. لعب مع المنتخب الفلسطيني والمنتخب الفلسطيني كانت مباراة تحصيل حاصل. وتونس ورحت على تونس قلت تونس مو زينين، فريق غير جيد غير كذا، والمنتخب السوري لعب في دوري المجموعات مباريات قدرت انه تأهله. شنو المفهوم الاطار المفهوم؟ انه المنتخب السوري لعب مع الفرق كلها فرق غير جيدة سهلة. من رجعنا للمنتخب المغربي، من قال لك ماجد شو قال لك؟ قال لك عطنا نفس المقياس. اعطيني نفس المقياس. قال لك جزر القمر، انت شو قلت له؟ قلت له جزر القمر الشوط الاول زينين، الشوط الاول الثاني مو زينين، صح ولا لا؟ عرفت شلون؟ جيت بعدين على المنتخب السعودي، انت قلت احنا المنتخب الثالث والمنتخب الكذا الكذا، احنا مش المنتخب الثاني والاول والكذا، المنتخب الثالث. رد عليك خالد وماجد قالوا لك المنتخب السعودي لعب ب 11 لاعب بديل. انت رجعت شو قلت؟ المنتخب السعودي والدوري السعودي والمحترفين. رجعنا قلنا لك يا حبيبي استاذ عادل ترى اللاعبين المنتخب السعودي ترى ما يلعبون. قلت ليش؟ قلنا لك لانه هناك النظام 10-8 مقابل 2. هذا كل الكلام. ومع عمان 50-50 على فكره، يعني مو معناته ومع عمان فعلا. لا والقطري مايد الخليفي صح تذكرت مال المنتخب السعوديه. اللي بقول لك اياه يعني هل الجماعه هذول كلهم اسمح لي يعني هل هم خطا وانت صح؟ الله اعلم. لا شوف رايي الله اعلم يا رأيي خالد، لان المشكل الكبير اللي كاين في المجلس هو انه مقاطعه الشخص بدون ان يصل الى فكرته الاخيره. لان التسرع يعني لازم الانسان يوصل الفكره ويعرف. لان لحد الان انا لو قمنا بمراجعه الحلقه لم انقص من قيمه منتخب سوريا، قلت حرفيا وما زلت ارددها. هذه المباراة ليست كمباريات دور المجموعة لجمع النقاط، فهي مباراة فاصلة بين المنتخبين لخارج هذا بركات أول واحد رد، والمصري بركات أول واحد رد. الوحيد اللي ما تكلم أنا كلمت الجزائري عليلو. نعم. ومحمد الدحمري السعودي. لا محمد رد عليه. رد محمد والسعودي محمد رد عليه. ردوا لا انا الجزائر الوحيد اللي ما رد. الرواس والرواس من البارحه يبتعد عني. رواس فيك الرواس. لا وعلي بن شيخ تجنب. لا حوارات انا واحد تكلم انا مش بحوارات قدلي. طيب شباب احمد عموما ما بوصل للشيء يعني. شكرا لك. وصلتوا الشيء انتوا؟ شكرا لك يا نسيت وصلت الحل. شكرا لك. اسمعي عادل ما تقدر توصل للحل. منو؟ لا انت مش انا لا وليش ترسل الى شفره وصلتوا مع الحل. لا ما تقدر توصل معي انا الحل. رد عليه. وهكذا شفنا الشيء الذي حدث بين المحلل المغربي مع نظيره التونسي حول مواجهة المغرب وسوريا اليوم. راح أعطيكم ملخص عن ماذا حصل. أول شيء المحلل المغربي قال له أنه يعني منتخب سوريا ليس بالمنتخب القوي، أو أنه لم يواجه المنتخبات القوية في مجموعتها، أو لم تقدم المنتخبات القوية في مجموعته الأداء الذي يلقى بأن يحكم على المنتخب السوري هل هو قوي أو لا. منتخب سوريا لعب ضد منتخب تونس ومنتخب منتخب قطر. طبعا خلينا من مباراة فلسطين طبعا انتهت بالتعادل السلبي، لكن في مباراة قطر انتهت بالتعادل. يعني أنهى المباراة في تعادل في افتتاح البطولة مع صاحب الأرض والجمهور المنتخب القطري. في المباراة الثانية فاز على منتخب تونس، كانت مفاجأة طبعا، لكن هذه كرة القدم. المحلل التونسي أنه قالوا تونس لعبت بشكل طبيعي في المباراة، ولكن سوريا لعبت بشراسة لآخر دقيقة واستحقت الفوز. بينما المحلل المغربي قال له أن المنتخب السوري لم يواجه، يعني كانت تونس لم تقدم بالأداء الكافي الذي نحكم عليه،
أيضا ضد قطر لم تقدم الأداء الكافي الذي نحكم عليه. الآن منتخب سوريا راح يواجه المنتخب المغربي، وأيضا نسيت أنه كاين تدخل اللي هو أظن بالنسبة لي يعني من أعقل المحللين في المجلس العربي اللي هو نشأة أكرم. قال له أنت يعني أخذت بمعيار حكمت على المنتخب من أدائه في المباريات الأولى، نفس الشيء ينطبق على منتخب المغرب. منتخب المغرب عمل لعب في المقابلات الأولى لعب ضد عمان والسعودية بالإضافة إلى جزر القمر. خلينا مباراة عمان والسعودية، راح قال له أن منتخب جزر القمر منتخب يعني متواضع ليس بالمنتخب القوي، بالإضافة أيضا إلى منتخب عمان هو أيضا ليس بالمنتخب يعني، لكن رغم هذا إلا أنه أزعج المنتخب المغربي واستطاع الحصول على نقطة من هذه المباراة. بينما منتخب السعودية حتى هو قدم مباراة قوية بالرغم أنه يعني كثير من اللاعبين حتى هو يعني احتياط، لكن قدم مباراة قوية، لكن استطاعت المغرب الفوز في تلك المباراة. طبعا اليوم سيتواجه المنتخبين المغربي والسوري. بالنسبة لي وبالنسبة للكثيرين يعني النتيجة يعني شبه محسومة، لأنه يعني نعرف قوة المنتخب المغربي في البطولات هذه، خاصة أنه عنده فريق قوي جدا. إذا فاز راح يتأهل إلى نصف النهائي. من سيواجه في النصف النهائي؟ سيواجه المنتخب الفائز من مباراة الجزائر أو الإمارات، حتى هم يلعبوا يوم الجمعة، والفائز في تلك المباراة هو الذي سيواجه منتخب المغرب. كل التوفيق لمنتخباتنا العربية، لا نقلل من أي منتخب، طبعا منتخبات يعني كلها قوية جدا وقدمت البطولة قوية جدا. كل التوفيق لهم في المسار البطولة، وفليفوز الأفضل بينهم.